قال ايه؟ اعملي لنا سندوتشات ناجتس وبرجر في المدرسه. اما لما ترجعوا من المدرسه هتاكلوا ايه؟ هو ما فيش غير سندوتشين الجبنه اللي انتوا شايفينهم دول ومعاهم خياره، وانا كده يبقى اكرمتكم وبزياده قوي. تابعوا معايا الفيديو للاخر ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله. اشتريت كيلو من الحليب. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق اتفاق، اي وصفه بتشوفوها جديده او اول مره تعملوها او تجربوها جربوا في مقدار صغير، يعني كيلو حليب يبقى حلو قوي. عجبتك اعملي المره الجايه 2 كيلو 3 كيلو اللي تحبيه. كيلو الحليب دوت يا جماعه بنشتريه من اللبان، يعني ما بتجيبيش بقى الحليب المعلب اللي في السوبر ماركت، لا الافضل ان انت تجيبيه من اللبان عشان يبقى كامل الدسم. بترفعيه على النار وبتسيبيه لحد لما يدفى معايا. اول لما تحسي كده ان الحليب ابتدى يدخل في مرحله ان هو يبقى دافي مش بيغلي، هتضيفي ليه خل او عصير ليمون اللي موجود عندك. انا هنا ضفت 3 معالق صغيرين من معلقه الشاي دي خل، وابتديت ان انا اقلب بالراحه خالص، هي تقليبه واحده بس. وفي الوقت دوت خليت النار مرتفعه شويه، مش مرتفعة قوي يعني متوسطة، وسبته على النار بدون تقليب. هتحسي كده بعد وقت كده وفترة ان الحليب ده ابتدى يتحول لجبنة قريش معانا ويفقد المية ديت، والمية دي اسمها شرش. الشرش ده احنا مش بنرميه، احنا بناخده ونحتفظ بيه عشان بنعمل منه مخبوزات وفطاير بيتزا، اي معجنات بيبقى طعمها حلو قوي. بس ركزي معايا ان انت تجيبي مصفى حلوه كده وتبتدي ان انت تصفي كل الجبنه القريش اللي طلعت من فوق الوش دي، عشان هنشتغل بيها دلوقتي حالا، وتسيبيها لحد لما تتصفى على الاخر. في حله عندك على النار بتضيفي معلقه كبيره من الزبده، والافضل هنا ان احنا نستخدم زبده، لان انا عارفه ان ناس كتيره هتكتبي لي في التعليقات اللي ما عندوش زبده ينفع يضيف سمنه. هو ينفع يضيف سمنه وكل حاجه، بس انا بقول الافضل زبده. بجيب كميه الجبنه اللي انا سبتها لحد لما اتصفت على الاخر خالص، وبضيفها على الزبده وافضل اقلب لحد ما اغلف قطعه الجبنه دي بالزبده كلها. وهنا بتضيفي الملح، وخلي الملح بتاعنا يبقى مظبوط، يعني ما تكتريش على الاخر. تفضلي تقلبي لحد لما كلها تمتزج مع بعضها. انت هنا عايزه طعام الجبنه دي القريش دي بالطعم اللي انت عايزاه، يعني مثلا انا بحب مثلا الجبنه الشيدر، يبقى هتضيفي جبنه شيدر. بحب طعم جبنه الموتزاريلا، يبقى هتعملي زي ما انا عملت كده وتضيفي ربع كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. جبنه فلامنك، قطعة من الجبنة الفلامنك مبشورة، أي جبنة بتحبيها هتضيفيها، هي دي اللي هتاخدي منها الطعم بس على كمية أكبر. وفي الوقت ده احنا عايزين ناخد اللون، بتجيبي ألوان الطعام لون الأصفر وبروح ضايفة وافضل أقلب لحد لما الجبنة تسيح معايا خالص. وفي طبق بلاستيك كده حلو صحي هتروحي ضايفة الكمية كلها وتقفلي عليها وتسيبيها في التلاجة مدة لا تقل عن 3 ساعات. بعد 3 ساعات بتطلعيها وتشوفيها بقى، هل مشروع الجبنه اللي احنا عملناه ده نجح معانا؟ يعني هيبقى زي اللي بنشتريها من بره، ولا هتبقى اي كلام، ولا هتدوب معانا؟ في الحقيقه انا قطعت وجربت، النتيجه هنا فوق الرائعه. عايزه اقول لكم ان طعمها ايه، تعالوا نتكلم عن الطعم. الطعم زي ما بقول لكم، انا هنا ضفت مثلا جبنه موتزاريلا، يبقى انا لما هاجي اكل الكميه دي يبقى طعمها زي الجبنه الموتزاريلا بالظبط. هي بتسيح بتسيح لان هي فيها جبنه موتزاريلا، ابشريها وسيحيها واعملي لهم سندوتشات واعملي الطعم اللي تحبيه. طبعا احنا عاملينها النهارده بدون مواد حافظه، يعني احنا هنقدر ان احنا ناكل الكميه اللي انتوا شايفينها معايا دي من 7 ل 10 ايام، بس ما تزودوش عن كده. طبعا اللي بنشتريها بيبقى فيها ماده حافظه. واعملي سندوتشاتك. وكمان بكيلو الحليب ده هنعمل منه الجبنه الكريمي اللي انتوا شايفينها معايا دي، بس مش في فيديو النهارده، في فيديو تاني ان شاء الله. كل الجبن هنعملها مع بعض صحيه وكمان كميه اكبر، وكمان هنحافظ على صحه اولادنا. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف، شجعيها بلايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.